السبب بالتالي اللي بيخلي فيه بعض الموظفين مهما عملت لهم انت حاسس ان هو برضه لسه مش مبسوطين من الشغل. دان اريلي كان بيحكي في الكتاب ان كل واحد فينا لما بيعوز يبيع شقته بيحطها ويعرضها بسعر السوق عايز يدفع اقل منه بشويه، ودايما الواحد بيوفر فاليو اي حاجه كانت بتاعته وتخصه، وبيضيف للشقه دي اللي السوق كله انها شايف انها شقه عاديه وقبلي كمان مش شايف ان في حاجه يعني فظيعه، لكن بيضيف للشقه دي المجهود اللي حطه فيها عشان يشطبها، قد ايه هو تعب عشان يخلي الشقه دي متصانه ونظيفه، وقد ايه عنده ذكريات حلوه في الشقه، فالشقه بتبقى على قلبك انت غاليه قوي، لكن هي بالنسبه للسوق مش غاليه، دي شقه عاديه يعني. فانا كمدير لما اترقى واطلع واحد من التيم بتاعي ياخد البوزيشن اللي انا كنت فيه، بتخيل ان هو اتنقل نقله ذريه، انت خدت التايتل اللي انا كنت واخده، انا يا ابني كنت بشتغل الشغلانه دي، وهو يبص لك بمنتهى الاسى ويحس دي كانت شغلانه معفنه اساسا، وانا مش فاهم حضرتك يعني ايه الفخر اللي انت حاسس بيه ان انا خدت الشغلانه دي وان انا المفروض اكون مبسوط يعني وبرقص من الفرح. خلي بالك يا حبيبي ان في حاجات كتير يو اوفر فاليو لمجرد ان انت عشت التجربه دي، او لمجرد ان الحاجه دي في يوم من الايام كانت بتاعتك، فبتتخيل ان انت لما تنقلها لواحد بعديك هو لازم كمان يحس قد ايه عظمه الحاجه اللي هو استلمها، ولازم بقى يكون مبسوط.